السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير وفي تمام الصحة يا ربي. اليوم غنشارك معكم في قيقسات عاشوراء ولا القريشلات، كل واحد اش كيقول لهم، اقتصاديين ساهلين كيجيو مقرمشين وغير بيضه وحده. هي لاله بيضه وحده بغينا نوجدوا بها هاد الكميه كامله تبارك الله، كيجيو شهوه منهم. وبالمناسبه كنقول لكم عواشركم مبروكه بالصحه والراحه وطول العمر يا ربي. ما تنساوش اختكم من لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائله ومع الاصدقاء. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه كنقول لكم شاركوا فيها، مرحبا بكم والف مرحبا. فعلوا الجرس باش وقتاش ما درت شي جديد يوصل لكم ان شاء الله. وغادي نبداو على بركه الله. هنايا عندي المكونات غادي نعجن وفي نفس الوقت غنقولهم لكم. عندي هنايا 250 غرام ديال المارغرين اولا الزبده. انا استعملت باتيسو، يمكن لكم تستعملوا اللي بغيتو. هذه ديال نص كيلو راني قسمتها على جوج. بالنسبه للزبده خاصها ضروري تكون بحراره المطبخ، ما تكونش بارده باش ما تعذبناش في العجينه. خرجيها من الثلاجه من قبل واحد ساعتين ولا ثلاثه ولا كاع ليله كامله وخليها باش ما تعذبكش. صافي غنزيد عليها واحد القريصه ديال الملحه. غادي نزيد جوج كيسان ديال سنيده. كما يمكن لكم تستعملوا سكر كلاصي، اللي كيبغيهم ناقصين شويه في السكر يدير غير كاس ونص، حيت راهم كيجيو حلوين بجوج كيسان. صافي كنحاول نخدم هذيك الزبده مع سنيده، كندخلها. وفاش كتكون الزبده ما بارداش راه ما كتعذبنا ما حتى شي حاجه، في ساعه كتعجن معاك. هاد الفقيقسات باش زوينين راه كيمكن لك تحضريهم وتخليهم في فريغو وقتاش ما احتاجيتيهم طيبيهم. هنايا غادي نزيد واحد البيضه، واحد البيضه صافي راه قاد ديال الغرض. كما قلت لكم كتخليوهم في المجمد ولا في الفريغو وقتاش ما بغيتي طيبيهم كطيبيهم. هنايا غادي نزيد جوج معالق ديال الجنجلان، وغادي نزيد جوج معالق ديال النافع. وعندي هنايا هاد الفواكه المعسله، بغيتو ديروهم ديروهم، بغيتو ما ديروهمش كيبقى الاختيار ديالكم. غير هو كيعطيوهم واحد المذاق زوين وواحد الوين زوين، كيجيو راقين. صافي وكنجمع هاد المكونات. بالنسبه لهاد العجينه راه ما كنعجنهاش باش ما تطلقش ليا الزيت، غير كنجمع هكا بيديا باش كيندمجوا هذوك العناصر. فقيقسات اللي ساهلين، وحتى يعني الا دركك الوقت ولا نوضي وعجنيهم بالليل وخليهم كديرهم على شكل بودانات، ديرهم في الثلاجه في الفريغو. الصباح نوضي وطيبيهم، يعني راه ما كيشدوا لا وقت لا حتى شي حاجه. هنايا بالنسبه للدقيق عندي 450 غرام، كتجي مضبوطه، كتجي هي هذيك. الدقيق راني كنزيد غير بشويه بشويه، من الاحسن يكون شي دقيق اللي مزيان، نوعيه مزيانه ديال الحلوى. انا دائما كنخدم بالاتقان، يعني راه ماشي اشهار ولا شي حاجه، غير كنشارك معكم هكا الحويجات اللي كنخدم بهم وكيجيو مزيانين وكينجحوا ليا. علاش لا ما نشاركهمش مع المتتبعات ديالي. صافي هنايا كنبدا ندخل بشويه بشويه هذاك الطحين. وبالنسبه للخميره غادي ندير غير نص خماره، يعني واحد 4 غرام هكا ولا 5 غرام ونص. صافي راه الحال سخون دابا تبارك الله. وهاد الفقيقسات راه كيضاعف الحجم ديالهم، كيكبروا فاش كندخلهم للفران، كيكبروا واحد شويه. صافي نزلت داك الشويه اللي بقى ليا من الدقيق وكنحاول غير نجمع. كما شفتوا راه ما كنعجنش، غير كنبدا ندخل هذاك الدقيق باش ما تخرجش ليا الزيت من الزبده على هذا الشكل. صافي غادي نجمعها. غادي نجيب واحد البلاستيك ولا ميكا، بلاستيك غذائي، غادي نديرها في وسط منها وغنخليها ترتاح واحد نص ساعه. الا عندكم الوقت خليوها حتى اكثر، غنخليها نص ساعه بين ما ترتاح. عاد غادي ندوز باش نشكلها. كنجمع دوك المكونات اللي عندي في الكوزينه كنغسلهم بين ما كدوز ديك نص ساعه، وغادي نرجع لها. يعني ما كتبقايش كديري غير شغل واحد، كديري يدك هنا ويدك هنا وباش كتسالي شغلك وتنوضي نايضه. صافي انا جبدتها هنايا، غادي نحاول ندير هكا على بودان ونقطعها طريفات هكا متقادين يكونوا متساويين على هذا الشكل. ساهلين هاد الفقيقسات، راه ساهلين كما قلت لكم بالزربه. كيوجدوا ما فيهمش كاع شي حاجه اللي كثيره ولا شي مقادير اللي كثار ولا شي تعقيدات بالزربه. حتى البنيات اللي اول مره غيصايبوهم غينجحوا معاهم. شوفوا من الداخل كي كيجيو دوك الفواكه المعسله، كيعطيو واحد اللوين زوين مع الجنجلان ومع النافع، كيعطي واحد الريحه اللي غزاله بزاف. صافي هنا كنحاول نشكلهم هكا بودانات يكونوا متساويين. وغادي نجيب واحد البلاطو اللي غادي يدخل ليا الفريغو ولا شي هكا شي طبسيل ولا شي حاجه اللي غادي تقدر تدخل لكم المجمد. حيت هاد
البودانات ضروري يجمدوا، الا بغيتو تقطعوهم سير بلاص غيتقطعوا لكم، ولكن راه كيتبجغوا، ماشي بحال الا درتوهم في المجمد كتجي التقطيعه هي هذيك، ما يعني ما كيتبجغوا ما حتى شي حاجه. صافي كنعاود نشكل الاخرى حتى كنساليهم كاملين على هذا الشكل. الا بغيتو ديروا اللوز او لا بغيتو ديروا في وسط منهم شويه د الزبيب شويه د الكركاع، يعني الحاجه اللي بغيتو تزيدوها زيدوها. انا درت لكم يعني فقيقسات اللي اقتصاديين بزاف، وانتم كيبقى لكم اكيد الاختيار تزيدوا داكشي اللي متوفر عندكم. بغيتو ديروا فيهم غير الجنجلان ولا غير النافع راه كيجيو زوينين. المهم هو نفرحوا براسنا ونفرحوا وليداتنا في هاد العواشر، هادشي اللي كاين. صافي من بعد ما شكلتهم غندخلهم للفريغو. انا بين ما وجدت غدايا كتعجنوهم مع الصباح، بين ما تجمعوا معناتكم وديروا غداكم صافي ورجعوا العشيه قطعوهم هكا كتجيكم هاد القضيه ساهله. ولا كما قلت لكم عجنوهم بالليل، شكلوهم بودانات، والصباح فيقوا لهم كتقطعوهم وطيبوهم وها الفقيقسات عندكم واجدين. صافي ها نتوما غادي نحاول نقطعوهم على هذا الشكل. شوفوا راه كييبسوا، كتقطعيها كما بغيتي كتشكليها كما بغيتي. واحد الحاجه اللي غنوصيكم هي ما تخليوهمش هكا، غتجبدوا واحد البودان ولا جوج اللي غتقطعوا رجعوا الاخرين في المجمد، حيت كيدي كونجلا وكيطرخاو صافي كيبداو يتبجغوا. رجعوهم بقى تجبدوا بالواحد بالواحد. شوفوا الشكل ديالهم كي كيجي. ها نتوما شوفوا التقطيعه راه بالزربه، يعني ما كياخذوش معكم حتى واحد ثلث ساعه كتكونوا وجدتوهم. داك التجماد كيعاون باش انهم يتقطعوا في ساعه. ها نتوما صافي غادي نجيب الطاوه ديالي باش غادي نستفهم. الا عندكم ديك الطاوه الكبيره ديال الفران د الغاز راه كطيبوه كاملين دقه واحده، ماشي بحال الفران ديال الضو كيعذب شويه. علاش؟ حيت فيها الطاوات صغيورين. كديري طاوه بطاوه. اما الفران ديال الغاز راه زوين بزاف، يعني كديري طاوه وحده وكتنوضي نايضه. ها هما قطعتهم على هذا الشكل. غادي نشعل الفران اللي يكون مهيل تقريبا شي 200 ولا 180 غير لتحت حتى كيتحمروا ليا، ونديرهم من الفوق. ها نتوما شوفوا تبارك الله جاو محمرين. هنا راه غير ضرب فيهم الضو، ما عطيهمش اللون الحقيقي ديالهم، كيجيو مذهبين وزوينين. يا سلام. غنوريهم لكم هكا في الطبيس المحطوطين غادي يبانوا لكم اكثر. الفقيقسات ديالي هما هادو كيجيو شهوه منهم غزالين. صاوبوهم بالصحه والراحه، وما تنساوش اختكم من التعليق زوين، ما تنساونيش من اللايك ديالكم كيشجعني وكيطلع الفيديو لناس وحدين اخرين باش يستافدوا. الفيديو ديالي كان هو هذا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وحتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.